فيما يتعلق بخلاف ألاعب المغربي حكاس، فقد بدأ حسب صحف مغربية عندما سجل حكاس هدف في مرمى فريقه السابق مولودية وجدة، واحتفل بهذا الهدف رفقة الرجاء البيضاوي، وهذا ما استفز الجماهير الوجدية، ما جعلها تطلق عليه صافرات الاستهجان والغضب في الملعب في مباريات المنتخب الوطني المغربي التي لعبها في مدينة وجدة. في الأخير اعتذر للجماهير الوجدية في آخر مباراة لعبها رفقة أسود الأطلس في وجدة، ليطوي بذلك تلك الصفحة. الجدير بالذكر أن حركاس سجل هدفا رفقة المنتخب الوطني المغربي في مباراته ضد الكابون. كما تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني المغربي حقق انتصارا كبيرا على منتخب ليسوتو ب7 أهداف دون مقابل، سجلها كل من إبراهيم دياز الذي سجل 3 أهداف، وسفيان رحيمي الذي سجل هدفين، وسجل يوسف النصيري هدفا، وإسماعيل الصيباري سجل الهدف السابع، في مباراة أكد فيها المنتخب الوطني المغربي أنه رقم صعب في كرة القدم الإفريقية، في حين سبق المحللين الرياضيون الأحداث فأصبحوا يؤكدون أن كأس إفريقيا القادمة سيكون من نصيب المنتخب الوطني المغربي.